نعم، المغرب تأهلت. هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للشعب المغربي الأسود الذي افترست المنتخب البرتغالي. كريستيانو رونالدو رسميا الأسطورة سيغادر من بابه الخلفي. نعم، من بابه الخلفي. المنتخب المغربي أداء وبطولة من المقابلة الأولى إلى المقابلة الأخيرة. كندا، بلجيكا، كرواتيا، اسبانيا، البرتغال، واليوم ستواجه منتخب بين فرنسا وانجليز، وانا جاب لي ربي فرنسا. لوسونسيال، المنتخب المغربي سيفوز بكأس العالم. يا سلام، نعم سيفوز بكأس العالم. خذوها من لساني وقولوها بأن المنتخب المغربي معجزة 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 معجزة. وأول منتخب إفريقي يتأهل إلى الدور نصف النهائي. المنتخب الكاميروني فشل 1990. المنتخب السنغالي 2002 فشل. المنتخب الغاني قاب قوسين أو أدنى لولا سواريز الإرجواني. لماذا؟ لأنهم ضربوا واحد ترجيحية. سواريز هو اللي حارب إفريقيا يعني، ولا ماركاها تأهلوا. جان أسوما ضيع البلانتي للأسف في 2010 في جنوب أفريقيا. 2022 هي فرحة عامرة للأفارقة لأن أول منتخب، وسيضاعف المنتخبات في كأس العالم 2026. نورمالمون 9 بالك فيها احتمال 11، وإذا تأهلنا إلى النهائي 12، وإذا فزنا بكأس العالم ممكن نلحقوا حتى 14 منتخب عربي. كما نقولوا عرب وافريقيا، كما نقولوا افريقيا 14 منتخب افريقي. لوسونسيال، نرجع للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي يفوز بنتيجة طيبة، هدف مقابل 0، وزيروا اللعب وقدروا لهم. الأسود يبقوا الأسود. المنتخب المغربي بحكيمي وزياش ومرابط وبونو، الحارس هذا العظيم الذي بالنسبة إلي أحسن حارس في كأس العالم حاليا. نعم تلقى هدفا واحدا بنيران صديقة. المنتخب المغربي يؤكد بأنه منتخب عتيق، بأنه يستطيع الفوز بكأس العالم. نعم، المنتخب المغربي سيفوز بكأس العالم. خذوها من لساني، خذوها من لساني، بأن المنتخب المغربي لن يترك هذه كأس العالم تذهب هباء منثورا. المنتخب المغربي فاز على المنتخب البرتغالي، خاصة كريستيانو رونالدو غادر هذا الأسطورة الذي اعتزل رسميا بعد كأس العالم، وسيذهب إلى النصر السعودي. لوسونسيال، مبروك الشعب المغربي الذي فاز وما زال في قلوبنا. الشعب الجزائري كلهم فرحانين، اللي تفرجوا في التيلي كلهم غنوا باسم المغاربة. المغرب تحقق ولم تحقق أي منتخب إفريقي. الكاميرون وغانا والسنغال، هذو 3 منتخبات اللي لحقوا الربع النهائي ما حقوش ما حقق المغربي. المنتخب المغربي يحقق مفاجأة. تخيلوا عام اللي فات كاس افريقيا لحق للربع برك، يو كاس العالم نصف النهائي افريقيا ما دارها. سبحان الله. وتخيلوا المغرب عندها كاس افريقيا واحد برك، وان كاس افريقيا. يعني مش متعوده كما نقولوا مصر عندها 7 كؤوس افريقيه، المغرب عندها كاس برك، والله من كاس. سبحان الله. يتأهل نصف النهائي، يكون أول منتخب إفريقي يذهب إلى نصف النهائي، وممكن نهائي. اللي تأهلوا كأس العالم للنهائي كان أوروبا وأمريكا. أوروبا متعودين النهائي، وأمريكا فاني متعودين كما الأرجنتين وأوروغواي والبرازيل تأهلوا للنهائي. بصح يكون أول منتخب غير قارة أوروبا وأمريكا اللاتينية بأنه يتأهل مغربي إفريقي. ستتزوج لأن آسيا عندهم كوريا الجنوبية في 2002 وخسروا ضد تركيا 2002 وجاوا المرتبة الرابعة في آسيا. يعني حتى كما نقولوا بعد الشهر ما تأهلش ونزيدوا يخسروا الترتيب يولوا المرتبة الرابعة، نولوا كي آسيا عندهم كوريا الجنوبية كانوا يفتخروا بهم. دركي المنتخب المغربي إذا تأهل سيكون أول منتخب عربي وإفريقي وآسيوي وأمريكا تاع كندا وهذيك ونيوزيلندا هذيك السماء بعد أوروبا وأمريكا سيكون أول منتخب إفريقي يتأهل إلى كأس العالم.
نقول لكم حاجة، المغرب هي تدي كأس العالم وأنا عليه، أراهن بأن المغرب ستفاجئ العالم بكأس العالم بإذن الله. وتحيا المغرب وتحيا الشعب المغربي، وخاوة خاوة وما نشع داوة، الجزائر والمغرب خاوة خاوة وما نشع داوة. من الآخر